إصدار شهادة 40% بالبنوك، وأيهما أفضل؟ شهادة 40% أم 30% بالبنك الأهلي وبنك مصر؟ تعال نشوف التفاصيل الفايدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو، تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. بعد ارتفاع أسعار الفايدة بالبنوك والتسابق بين البنوك بإصدار أعلى عائد، لأن البنك المركزي رفع أسعار الفايدة وكانت بطريقة غير مسبوقة مع العوائد، سواء كانت على الشهادات أو حسابات أو أذون الخزانة وغيرها. لذلك حاليا يبحث معظم العملاء على أعلى عائد وأفضل عائد في البنوك للربط عليه بأفضل عائد بيناسب التضخم حاليا، لأن هناك يوجد كثير من الشهادات اللي تم طرحها في الفترة السابقة، وخصوصا بعد رفع أسعار الفايدة من قبل البنك المركزي ب 600 نقطة أساسي، أي 6% دفعة واحدة. لكن الكثير من العملاء يحاول التفرقة بين الشهادات أيهما أفضل، سواء بين العائد والمدة. فبعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار فايدة 6%، رفع البنك الأهلي وبنك مصر وإصدروا شهادات 30%، ولكن الشهادات دي شهادات متناقصة، أول عام 30%، تاني عام 25%، تالت عام 20%، وده بخصوص البنك الأهلي. وأيضا بنك مصر كما يتم إصدار شهادات ب40%، وكانت سابقا في البنك الأفريقي والدفع كان مقدما. لذلك هنا يحتار بعض العملاء. تعال بقى نحسبها، الفايدة هنا أفضل، هل شهادة 30% بالبنك الأهلي أم 40% في البنك الأفريقي؟ شهادة البنك الأهلي شهادة متناقصة خلال 3 سنوات. أول عام هتاخد 30% في أول عام، تاني عام هتاخد 25%، تالت عام هتاخد 20%. لو انت استثمرت مبلغ 100,000 جنيه هتحصل أول عام 30,000، تاني عام 25,000، تالت عام هتحصل على 20,000 جنيه. يعني في نهاية المدة ال3 سنوات هتحصل على 75,000 جنيه على 100,000 جنيه. أما الشهادة ال40% في البنك العربي الأفريقي هتحصل على 100,000 جنيه، هتحصل عليهم في ال3 سنين 40,000 جنيه، لكن ال40,000 جنيه هتاخدهم مقدما. هنا بتاخد المبلغ ال40,000 جنيه وبتقدر تستثمرهم في استثمار آخر، إما في أذون خزانة أو شهادة أخرى تقدر تعوض الفارق الموجود ما بين الشهادتين، وده مناسب للي بيستثمر في أذون الخزانة. تقدر إن أنت تختار بين الشهادات وليك حرية اختيار ما بينهم. وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك في الفيديو، وانتظر منا الشهادة القادمة